بسم الله. اهلا بكم يا جماعه، معاكم جوبا. اهلا بكم في حلقه دور ال16 اللي كان قوي جدا من حيث المباريات، اللي كشف لك بعض المنتخبات ووضح لك ان في منتخبات اقوى مما تظن. هنتكلم بكل التفاصيل، بس قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بدون خطط تفاصيل كتير يلا بينا نبتدي. اول ماتش معانا النهارده هو ماتش هولندا وامريكا. الماتش يا جماعه اللي كان طبيعي جدا ان هولندا تكسب امريكا 3-1، بس ما كانش الطبيعي الاداء اللي كان فيه منتخب هولندا. لا الحقيقه يا جماعه هولندا منتخب قوي، ما كانش مقدم احسن مستويات في دور المجموعات، بس فان خال عرف ان هو يقدم لك اداء كويس جدا، تكتيكي قوي جدا في الملعب قصاد الولايات المتحده الامريكيه، المنتخب اللي ما عرفش يلعب كوره ولو كويسه بسبب الاداء القوي جدا دفاعيا وكمان في خط الوسط وهجوميا لمنتخب هولندا. منتخب هولندا تكتيكيا مفيش اعظم من كده، من خلال الباص من رجل لرجل انت بتشوف تيكي تاكا مصغره طول الماتش قصاد الولايات المتحده الامريكيه. الهدف الاول لممفيس ديباي لوحده يدرس، الهجمه المرتده المنتظمه بشكل اكتر من ممتاز، باص من رجل لرجل تك 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 تك، خلصت ديباي قدام الجون، احرز الهدف الاول. وكذلك كل اهداف هولندا اللي جت في الولايات المتحده الامريكيه كانت عباره عن الجمل التكتيكيه دي، الباص الصح، تسليم والتسلم بالشكل المظبوط. فهيكون خصم صعب جدا للمنتخب اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. وهنا نيجي للماتش الثاني معانا النهارده، وهو ماتش الارجنتين ضد استراليا. فوز بصعوبه المنتخب الارجنتيني يا جماعه، عكس ما كل الناس كانت متوقعه، وانا اولهم ان المفروض ان الارجنتين كانت تكسب بفوز مستريح، بس الاداء لا ما كانش كويس خالص. اللي اتفرج على ماتش الارجنتين واستراليا اكيد ومن حقه ان هو يشكك في قدرة منتخب الارجنتين ان هو يكسب كاس العالم اصلا، وانه يوصل لمراحل متقدمة قوي. ليه؟ علشان منتخب الارجنتين كان مكسبه عبارة عن حاجتين اتنين: تألق ميسي، وطبعا اسطوريته في الملعب، العظمة اللي قدمها. هدف ميسي الاول لوحده يدرس، الكرة اللي لعبها سويرف، الكرة عملت كيرف مفيش احسن من كده في مرمى استراليا. هدف اول اسطوري، مستر ألف مباراة في تاريخ ميسي، سواء على مستوى الأندية برشلونة وباريس، وطبعا على مستوى المنتخب الأرجنتيني. وهنا خلينا نتكلم ان سكالوني المدرب الحقيقة ما قدمش كتير في البطولة دي، عكس بطولة كوبا أمريكا. مفيش جملة تكتيكية واضحة، تحس ان المنتخب معتمد على ميسي، ومنتخب معتمد كمان على فكرة ان اللعيبة اللي فيه لعيبة كبيرة فهتقدر انها تخلص. تحس دايما ان اللعيبة بتاعت الارجنتين شغالة بالطريقة الفردية، بمعنى اصح كده ان منتخب الارجنتين كله قايم على الحلول الفردية، وكمان لو اتزنقوا قوي بيقوموا طبعا مسلمين كل الحمل على ليونيل ميسي. الهدف الثاني اساسا كان غلطه دفاعيه من منتخب استراليا، الدفاع ما كانش قد كده. حتى استراليا من اداء الارجنتين السيء اللي ما كانش كويس خالص، ظهرت لك استراليا انها منتخب قوي، على العلم ان هي ما كانتش بالاداء القوي ده في دور المجموعات، بس لما لقوا منتخب الارجنتين كده حاربوا على التعادل، وحاربوا كمان ان هم لو قدروا يتعادلوا ان هم كمان يكسبوا. الموضوع بالنسبه لهم كان خلاص مريح، بقى احنا كده مغلوبين من الارجنتين فنقدر ان احنا نلعب براحتنا. مقابل ان تحس في الشوط الاول بالذات الارجنتين ما قدمتش اي حاجه في الماتش قصاد استراليا. الاداء عشوائي يا جماعه منتخب الارجنتين، لدرجه ان انت لازم تشك في قدره سكالوني قصاد فان خال هولندا اللي سابت لك الدنيا تكتيكيا قوي قصاد منتخب عشوائي تماما، الا وهو منتخب الارجنتين هيعتمد على الحلول الفرديه. لازم تبقى فيه جمله واضحه. عارف يا جماعه ان سكالوني عليه ضغط كبير جدا من جماهير الارجنتين، من العالم كله، ان هو لازم يجيب البطوله دي، خصوصا انها اخر بطوله ليونيل ميسي، فبالتالي مش هتكون في انسب فرصه من دي ان هم ياخدوا البطوله. بس لا، انت هتقابل منتخب قوي جدا. منتخب هولندا لو ظبط بنفس الاداء اللي لعبه قصاد الولايات المتحده الامريكيه هيكون حرفيا عامل عليك ماتش قوي جدا جدا جدا، وممكن ياخد منك المكسب في اي وقت. لا تستهين ابدا بمنتخب هولندا دلوقتي بالذات، اللعيبه فايقه وحاطه طموح انها توصل لقدام قوي.
ونيجي للماتش الثالث معانا النهارده، وهو ماتش فرنسا وبولندا. الماتش اللي خلص 3-1 لمنتخب فرنسا. الحقيقه يا جماعه منتخب فرنسا واجه سهوله بالغه في الماتش ده، لدرجه ان الموضوع وصل ان هم بقوا بجحة على المرمى حرفيا. منتخب فرنسا وصل لمرحله من المراحل الاستهزاء بمنتخب بولندا. ليه؟ عشان منتخب بولندا زي ما قلت في فيديو التوقعات، هبقى اسيبه لكم يا جماعه في الاي اللي هيظهر لكم فوق، ان منتخب بولندا ضعيف جدا دفاعيا. منتخب فرنسا هيعرف يعديه بكل سهوله. انت بتتكلم على تشيزني لو في مستواه وليفاندوفسكي لو في مستواه، غير كده المنتخب واقع خالص وظهر طول الماتش. يا جماعه هل بولندا لعبت ماتش كويس قصاد فرنسا؟ ابدا. بولندا لعبت 10 دقايق بس في الماتش، غير كده طول ال 80 دقيقة فرنسا بتلعب بالشوكة والسكينة زي ما بيقولوا، بيلعبوا بكل بساطة وبيلعبوا بصراحة بأداء ممتاز. كيليان امبابي لوحده جاب هدفين وعمل اسيست، كان واخد مدافعين بولندا يا جماعة رايح جاي، مراوغات شغال، كور عرضية شغال، باص شغال، سرعات شغال. لا الصراحة كان مقدم أداء عظيم جدا. ومبابي كده كده بيلعب في كاس العالم بنفس مرتاح قوي، لان اول بطوله كاس عالم ليه يا جماعه كان واخد البطوله وهو لسه صغير. حاليا هو 23 سنه، لسه صغير برضه في الكوره، وداخل كاس العالم ده وهو بطل عالم ومدافع عن اللقب بتاعه، فالدنيا بالنسبه له سهله جدا. ده غير بقى انه عمل اسيست يعتبر تاريخي. ليه؟ علشان الاسيست ده لجيرو اللي احرز الهدف ال 52 ليه مع منتخب فرنسا، وبكده بقى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في كل المباريات عموما، متخطيا تيري هنري. يعني 52 هدف، متخطي اسطوره من اساطير كره القدم. فالماتش ده كان تاريخي بكل المقاييس. طول الماتش وانا بتفرج انا شايف لعيبه بولندا مش مصدقين اصلا ان هم وصلوا لدور ال 16. يعني ربنا يسامح اللي كان السبب. والله السعوديه كانت تستحق انها تكون متواجده في دور ال 16. بولندا منتخب ضعيف جدا، اللعيبه مش مصدقين اصلا ان هم موجودين في دور ال 16، ان هم بيلعبوا اصلا في كاس العالم. عرفت ده ليه؟ عرفت ده لما ليفاندوفسكي جاب الجول الاول ليهم في اخر دقيقه من ضربه جزاء، كان بيحتفل مع اللعيبه اللي كانوا بيحتفلوا هم والجماهير كانهم خدوا كاس العالم، مش ان هم جابوا جول ولسه قصادهم هدفين تانيين عشان يعرفوا يتعادلوا هم في الدقايق الاخيره. كانوا واخدين الموضوع فور فن مش اكتر يعني. نيجي بقى الماتش الاخير معانا النهارده، هو ماتش انجلترا والسنغال. 3-0 نتيجه. يعني عايز اقول لك ان انا كنت متصور ان هو هيكون واحد من احسن الماتشات، من خلال ان انت الماتش ده هيكون ممتع ورايح جاي بين الطرفين. منتخب السنغال يمكن يكون عشم كل الناس ان هم يقدموا اداء كويس جدا، واول نص ساعه اثبتوا ده لولا تالق بيكفورد اللي شال اكتر من كوره. غير كده منتخب السنغال ما لعبش من بعد الدقيقه 30، علشان بكل بساطه جه الهدف الاول لانجلترا من هندرسون. بعدها دفاع السنغال فتح تماما. السنغال فتحت كل خطوطها بقى، مش الدفاع بس، دفاع وخط نص، وما بقوش قادرين ان هم يتعاملوا خالص. في الشوط الاول هاري كين عرف ان هو يحرز الهدف الثاني برضه من خطأ دفاعي وتوهان وسرحان مش طبيعي ومش منطقي ان احنا نشوف السنغال بتلعب بالاداء ده قصاد انجلترا. زي ما تقول هم كمان كانوا واخدين الهايب ان هم ممكن يعملوا حاجه قصاد انجلترا، واول ما جه فيهم الجول الاول ارتبكوا تماما. مع العلم يا جماعه ان المفروض في الكره الحديثه دلوقتي ان انت لما يجي فيك جول لازم ان انت تهاجم بكل خطوطك وتتماسك دفاعيا، بمعنى اصح كده الفرقه تفضل واقفه على رجليها عشان ما تستقبلش هدف تاني. وده طبعا اللي ما حصلش، لان هم استقبلوا الهدف التاني في نفس الشوط. عندك في الشوط الثاني هل شفت خطوره من منتخب السنغال؟ لا خالص. وبوكايو ساكا جاب الهدف الثالث في اول الشوط الثاني يعتبر، فخلاص بقت 3-0 ومنتخب السنغال بقى فاقد تماما لمعايير الكوره في الماتش ده بشكل لا يصدق. ما تحسش ان ده المنتخب اللي عرف يصعد ويخرج منها منتخب قطر المستضيف ويوصل على حسابه اساسا كمركز تاني في المجموع. ما حسيتش ان السنغال بتقدم اداء قوي خالص، ودي حاجه طبعا مفاجاه لكل الناس. بس ارجع واقول لك برضو ان منتخب انجلترا منتخب قوي، ممكن ما يبقاش هو رايح على النهائي بشكل كبير، بس هو السنغال اللي يعتبر سهل المواضيع لمنتخب انجلترا ان هو يكسب من خلال انه فتح كل خطوطه. اللعيبه كانت بترتعش في الملعب، لعيبه خايفه بشكل غير طبيعي. ده غير ان مندي بصراحه يعتبر يدرس، يعني مندي من قمه للهاويه يعتبر في سنه.
حرفيا مندي كان سيء جدا، يعتبر من أسوأ فترات مندي حاليا. مندي فعلا لا يستحق ان هو كمان يكون متواجد في تشيلسي بالشكل الاساسي اللي هو متواجد فيه اصلا، وان كيبا كان بيلعب عليه في فتره من الفترات اساسي، لان مندي في حاجه غلط بالنسبه له محدش فاهمها خالص، هبوط في المستوى رهيب جدا ليه. عموما منتخب السنغال بيودع وانجلترا بتصعد لدور الثمانيه. وبس كده يا جماعه، دي كانت الماتشات كده سريعا بتاعه السبت والحد في بطوله كاس العالم. اتمنى اكونش طولت على حضراتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا ليكم كلكم. يلا سلام.